الحلقة التانية من كوتش ولاء وجدي العظيمة. ليه بقى إحنا بنقول كوتش ولاء وجدي العظيمة؟ عشان هي عندنا مشكلة بعد ما عملنا الحلقة الأولى. إحنا كنا كلنا قاعدين في المكتب وكله قاعد على مكاتبه، أنا لقيت الناس سايبة شغلها وقاعدين يسمعوا إحنا بنقول إيه. بعدها بشوية بعت الحلقة للتيم الأونلاين اللي عندنا في الشركة. إيه ده يا دكتورة، هو الجزء التاني هينزل إمتى؟ قلت لهم ده انا نفسي هي غاظتني وخلتني عايزه الجزء الثاني والثالث والرابع. انا نفسي اتغصت منها يعني. الموضوع كبير. تمام. فقعدنا نتناقش شويه كده، فقلت لهم طب بصوا، في شويه اسئله شائكه احنا بنحاول دلوقتي نعمل حاجه في السوق، ان يا جماعه ما تروحش لكل اللي بيبرق. في ناس جايه لنا قسما بالله وعزته وجلاله واخدين قلم على عينهم في مشروعهم وفلوسهم، خاصه في شغل الحرف وغيره، عشان هو لما راح لحد ما ناقشوش حتى في قيم البيزنس، عشان ما يعملش لنفسه حور، ما يفتحش على نفسه ايه، باب جهنم. بلس انه ما يكونش سوري يعني انت بره الشله بتاعتنا، فاذا انت مطرود من بيرسونال براند. بسم الله. نبدا يا مسنده. ماشي. الحلقه الثانيه من كوتش ولاء وجدي العظيمه. ليه بقى احنا بنقول كوتش ولاء وجدي العظيمه؟ عشان هي عندنا مشكله بعد ما عملنا الحلقه الاولى. احنا كنا كلنا قاعدين في المكتب وكله قاعد على مكاتبه، انا لقيت الناس سايبه شغلها وقاعدين يسمعوا احنا بنقول ايه. بعدها بشويه بعت الحلقه للتيم الاونلاين اللي عندنا في الشركه. ايه ده يا دكتوره، هو الجزء الثاني هينزل امتى؟ قلت لهم ده انا نفسي هي غاظتني وخلتني عايزه الجزء الثاني والثالث والرابع. انا نفسي اتغصت منها يعني. الموضوع كبير. تمام. فقعدنا نتناقش شويه كده، فقلت لهم طب بصوا، في شويه اسئله شائكه احنا بنحاول دلوقتي نعمل حاجه في السوق، ان يا جماعه ما تروحش لكل اللي بيبرق. في ناس جايه لنا قسما بالله وعزته وجلاله واخدين قلم على عينهم في مشروعهم وفلوسهم، خاصه في شغل الحرف وغيره، عشان هو لما راح لحد ما ناقشوش حتى في قيم البيزنس، عشان ما يعملش لنفسه حور، ما يفتحش على نفسه ايه، باب جهنم. بلس انه ما يكونش سوري يعني انت بره الشله بتاعتنا، فاذا انت مطرود من بيرسونال براندنج. فالمجموعه دي حاليا لما بيجي اسم اي حد من الناس القدام الشقيانه بقى، اللي كانوا مغمورين في الشغل، ما كانوش ايه، فاضيين، فيقول لك لا 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 ده عندها 10,000 فولو، ده عندها 20. هي فين الفولورز بتوعها؟ مين يعرفها؟ هو قايس السوشيال ميديا. الشباب اليومين دولت مش قايس المحيط. يعني انا مثلا من قاطني المقطم واعرف مين ولاء وجدي، وهي ما عندهاش اكونت فيسبوك وما خدتوش منها قبل كده. ولما ضفنا بعض اصدقاء في اول اكونت، قاعده عندي من اول ما شفتك خالص من زمان. ولما جالي الاكونت التاني وضفنا بعض اصدقاء، انا عارفه مين ولاء وجدي. فاللي هو انا مش داخله جديد. هي نفس الفكره ودي معاناه. فعايزه منك بقى يعني خلطه كده وشرح مبسط لوجهه نظرك في القصه دي. لو انا كاستمر وعندي مشروعي وبمر بالمشكله دي، اعمل ايه؟ ولو انا طالب وعايز اخد كورس، ولا عايز اخد كونسلتيشن، ولا عايز احضر بيرسونال براندنج لحد، احكم ازاي؟ والسوق زي ما انت شفتي هو مقفول على اصحابه ولا وما تروحش لده، واحنا بنشتغل على سمعتنا. فالريبيتيشن ده عارف ولاء وجدي يروح لولاء وجدي، فبتلاقي ده جاب ده، ده جاب ده، ده جاب ده، وانت مش محتاجه تعملي ده لانك ما عندكيش وقت تدخلي على السوشيال ميديا، ولا بتنزلي بوستات ولا الكلام ده، مش فاضيه. هما ما بتتشافش بقى مش فاضيه، بتتشاف لا لا لا، فولورز قليلين قوي. فعايزين بقى كده ايه، افهمها واسمع اكتر. طيب. جاب مليون فولو عنده. جابهم منين؟ جابهم لانه قاعد 24 ساعه على النت، مجرد بيعمل بيست، كوبي بيست وخلاص. طب انت جربت ده الشغل ده؟ قرا ورقه فعجبته جمله فراح كاتبها ففايرل البوست. طب انت نزلت السوق وجبتها من على الاسفلت وقعدت تعيط على الرصيف ان انت خسرت اللقطه دي ولا لا؟ ما تعرفيش، لانه هو قاعد بيجيب كلام وهو قال لك بس انا جربت انا شايف كل ده، هو فاهمه. زي ما بيحصل ان تيجي مثلا خدتي تصميم، شوفي تصميم عاجبك جدا وتشوفي طريقته على اليوتيوب، ده سهل،
طب أنا هاقوم أعمله، اللي هي متخيلة في نُص ساعة هتكون مخلّصة التصميم، تقعد 5 أيام بس عشان تطلع لقطة البداية، ليه؟ عشان مش طالعة زي الفيديو. فإنك تشوف حاجة ده case وإنك تطبّق دي case تانية خالص. طيب اللي بيطبّق مش موجود على السوشيال، ما هو مش منطقي إن أنا أقعد أشتغل وفي نفس الوقت فاتح 24 ساعة كل نُص ساعة أو كل ساعة أنزّل post. ده مش منطقي. اللي شغّال وشقيان واللي جابها من تحت خالص مش موجود على السوشيال وما عندوش follow. والناس اللي فاهمة بس هي اللي عاملة له follow. إنما الناس اللي هي عايزة اللي هو بقى اللي هو أنتِ واجري، اللي هي السياسة اللي ماشيين كل الناس ماشية بيها، اللي هو أنتِ واجري، اللي هو هاخد قشرة الموضوع وخلاص أنا خدت العنوان وأنا هاصيغ الدنيا بقى وأنا هاهبد مع نفسي. طبعًا بيجيب له ناس شبهه، وده اللي إحنا قُلنا عليه اللي هي القِيَم. أنا لو تقيلة في السوق هاجيب الجملة بتركيبة بخلاصة كلّها بجملة مكوّنة من 3 كلمات. ده اللي أنا باشوفه إن هو أكتر حد خبير، إن هو ممكن يخلّص لِك الكتاب كلّه في جملة من 3 كلمات. ماشي؟ وعن شرط ال3 كلمات دول أنتِ عشان تطبّقيهم مش أقل من 3، 4 كشاكيل كده تقعدي تكتبي فيهم الخطوات عشان توصلي لتفسير الجملة اللي هو قالها. تمام؟ فلقطة إن عنده follow كتير دي خادعة. وكمان حتى بيستخدموها في الmarketing، عارفة اللي هو اللقطة اللي هو بيقول لك إيه، بيجمّع الناس عنده على المحل يقول إن الدنيا زحمة وفي الآخر هو معطّل أوردرات جوّه، ما هي نفس الحكاية. طب تعالَ بقى نشتغل بقى وتعالَ قُل لي ده على أرض الواقع نلاقي كوارث، ودي أزمة كبيرة. حتى كان في برضه من ضمن اللقطات إن كانت في واحدة جاية لي يا ولاء أنا عايزة الصفحة ده يا دوبك بس 2000. طب يا حبيبتي أخبار شغلِك إيه؟ قالت لي: "لأ شغّالة الله ينوّر ما شاء الله مش ملاحقة على الأوردرات اللي عندي." طب يا بنتي أنتِ عايزة تزوّدي follow ليه؟ قالت لي: "يعني prestige ومنظر على السوشيال إن أنا عندي متابعين كتير وكده." قُلت لها: "بالعكس ليه أنتِ طالما عندِك أوردرات وشغّالة والحمد لله وناس بتيجي لِك على السُمعة word of mouth، بتيجي لِك على السُمعة مش بالshow على البتاع، ده أحسن. لإن أنتِ لمّا بتيجي على السُمعة، لمّا حد بييجي لِك على السُمعة ده بيبقى شخص مستهدف وهو فاهم هو جاي لمين، إنما على الshow هو مش فاهم هو رايح لمين. هل الشخص ده بنفس الmentality بتاعتي، هل بنفس الattitude، هل بنفس الbehavior، بنفس القِيَم بتاعتي؟ ما هو أنت ناجح وأنا ناجح، بس أنا ناجح مع فئة من الناس لإن قِيَمهم شبه قِيَمي، وأنا ناجحة عشان هم قِيَمهم شبه قِيَمي. حلو. لو إحنا بقى مشهورين على الفيسبوك أو السوشيال، أنا مش معروف قِيَمي إيه وهو مش معروف قِيَمه إيه، فبالتالي ده يروح عند ده وده يروح عند ده والدنيا ضايعة. فييجي بقى يحصل الخلاف، اللي هو إيه ده أنا فاكراكِ مش بتشتغلي professional أوي كده، أنا عايزة قلبة وقومة، عايزة الموضوع يخلص في قلبة وقومة. لأ، يبقى روحي قلبة وقومة، روحي لفلان الفلاني هو بتاع أبو قلبة وقومة من الآخر. فاللقطات دي بتبقاش واضحة على السوشيال، أنا محتاجة آخُد أي recommendation من الناس اللي في الشارع واللي حضرت. عشان كده تلاقي الناس تكتب تقول لك إيه، يا جماعة ما تعملوش mention لحد، قولوا إن أنتم جرّبتوا فعلًا الشخص ده، وخلّينا نقول إن جرّبنا الشخص ده، جرّبنا الشخص بنفس القِيَم. يعني وأنا لسه باكلّمِك باقول لِك إيه، أنتِ لمّا جروب كُلّنا شبه بعض بنفس الattitude بنفس القِيَم، ما م م مش بعيد عن بعض، فإحنا أنتِ نقيتيهم بناءً على قِيَمِك أنتِ. أنا حاسة إن الشخص ده عشان بيتكلّم في كذا وواخد باله من كذا بيعمل كذا، فده شبه القِيَم بتاعتي، وده اللي أنا دايمًا باتكلّم عليه قوة القِيَم في الbusiness. يا جماعة والله القِيَم دي هتريّح كمية خساير رهيبة مش طبيعية. أنا لمّا أعرف إن فلان شغّال professional وأنا professional خلاص هاروح والموضوع يخلص. أنا شايفة إن ده أولوياته القِيَم بتاعته راحة الناس وأنا باحب راحة الناس وإن أنا أخدمهم بأريحية جدًا، خلاص أنا وهو في عندنا نقاط تقابل. إنما أنت بتعمل منتج مش هَمّك الناس، هَمّك بس تكسب، فأنت عندك عميل عايز بس إن هم برضه هياخد منّك اللقطة عايز يكسب منّك وخلاص. ما هو هتجيب العميل اللي شبهك. ما إحنا لمّا بنوضّح ده على السوشيال هو بيبقى كده. فعشان كده الناس اللي هم اللي عاملين personal brand صح،
مش موجودين على السوشيال. المشكلة بقى دلوقتي هيهاجموا حضرتك، عارفة هيوقدونا، ليه بقى؟ ما عنديش يعني مشكلة. بُص يعني أنا سمعتها من حد من المشاهير، ده قصر ديل، ده أنتم بتقولوا كده عشان أنتم مش عارفين تعملوا followers يا جماعة والله أبدًا. أيوه بالضبط، إحنا مش عارفين نعمل follow خلّينا على اللقطة دي، إحنا مش عارفين نعمل follow خلاص، خلّينا بقى بمعايير الbusiness wise اللي بنتكلم فيها، ليه الناس مؤمنة بالأنبياء؟ مش ده مش براند قوي جدًا، عندهم قِيَم واضحة، عندهم مبادئ واضحة، وعندهم رسالة دي بقى الservice بتاعتهم، وده الbusiness اللي نازلين يسوّقوه، صح؟ لحد آخر نبي من الأنبياء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام 1400 سنة، ولسه في ناس بتدخل دين الإسلام، ليه؟ لأنهم بيحبوا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، هم قروا سيرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، مش ده personal brand؟ هو كان الصادق الأمين، ومنين ما تروحي لو قُلتِ الصادق الأمين هيقول لِك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، الصادق الأمين، أدي ده 2 من أهم القِيَم اللي قدر يسوّق بيهم للservice بتاعته اللي هي رسالة الإسلام، صح والّا لأ؟ هو بقى كده عنده كام follow؟ هو عنده أصلًا account social ولا الهوا؟ ما فيش. المشكلة مش في كده، المشكلة إن هُم مش في ولاد وقسمًا بالله أنا شُفتهم في السوق، هو بيحب يثير البلبلة والجدل عشان ييجي له followers. يعني لك أن تتخيلي إنِّك بتقولي حاجة بتتأولي وتتأولي بشيء هو فيه حرمانية لإنه ما حصلش مثلًا، يعني مثلًا جالي حد ومسكته وقُلت له وعملت فيه وسويت فيه ويبدأ إيه، يفضل يقول في كلام هو ما حصلش معاه، لمجرد إثارة جدل وبلبلة، أو يمسك حد من الشباب يدمّر نفسيته يقعد يتكلم وأنت إزاي مش مليونير، وأنت مش عارفة إيه، يمسك حد من العُملا، والنبي يا جماعة اللي معاه 5000 جنيه ده ما يجيش يقول أفتح business، يعني المهم إن هو يثير الجدل لمجرد الحاجة دي تتشيّر. دي أساسًا والله فيها حرمانية، ولمّا جيت أتناقش فيها مع حد اللي بيعملوا كده قال لي: "عشان حضرتك مش عارفة تعمليها." أنا عايزة أقول لِك أنا لو لقيت post من اللي أنا رافعاه هيعمل لي جدل أنا بامسحه، يعني أنا صفحتي وصلت إن أنا ما باقعدش عليها عشان ما بارفعش عليها شغل، فخلّيت الشباب هم اللي يرفعوا عليها، فالشباب اللي شغالين على الصفحة ساعات ألاقي لهم post كده هيعمل بلبلة، يعني كتبوه في الcontent وأنا راجعته اديتهم الألوان وهُم صاغوه تحتيه وإيه، وطلع غلط، يعني هيعمل بلبلة بامسحه لمجرد إن أنا مش هادخل في debate غلط وممكن أأثّر على حد نفسيًا بحاجة غلط، يعني أنا أقعد أقول له أنت إزاي مش راكب عربية عشان موديل، أنت إزاي مش عارف حرام بقى، يعني الناس أولًا دي أرزاق، فإن أنت تقعد تلعب على الmindset بتاع الشباب وتحسسه إن أنت فشلت إحنا أغلبنا ما اتولدش في بُقُّه معلقة دهب وأغلبنا تعب في حياته وأغلبنا وقع وأغلبنا ما بتتكلمش ليه على الفشل، قد ما بتتكلم عن وصولته على النجاح. فالمقصد من اللي أنا باحكيه إن حضرتك مش لوحدِك اللي بتتكلمي في الحتّة دي، يعني أنا عايزة الناس اللي في الحتّة دي يوضّحوا للناس التانية الشباب اللي بتسمع يا جماعة الدنيا مختلفة، يعني عايزة أقول لحضرتك النهارده يعني بالله عليكِ وضّحي لي أمثلة لمشاريع بتيجي لِك وأنتِ بنفسِك بتبقي عارفة إن هي عشان سمعت لحد من الناس الfake هي وقعت أساسًا وانهارت وجاية لِك وهي في الfinal بقى بتsurvive يعني أنتِ والmindset بتاعها اتبنى عند مين؟ والplan بتاعتها عند الحد التاني ده، فأنتِ لا أنتِ عارفة تغيّري الmindset بتاعها ولا عارفة تحلّيها لها لإن هي ادّتكم مبلغ كبير، بياخدوا أرقام كبيرة وما بيشتغلوش للعميل وحضرتك عارفة ده كويس وده بيتم في السوق بتاعنا، وأنا لمّا كنت باتريق وباقول للشلة إن هُم بيعتبروا إن أنتِ لو موجودة في مؤتمر هُم موجودين فيه واتصورتِ صورة أنتِ كده هتشتري، ما تتصوريش معايا وأنتِ ما بتبقيش عايزة تتصوري أصلًا، يعني مع العكس بقى في ناس أفاضل أقسم بالله يتمنوا برغم من كبر سنهم ومن اسمهم في السوق إنهم يخدموا أي حد، فعايزة حضرتِك توضحي لنا الحتة دي لو أنا بدأت مشروع وبنيت الكلام غلط، أنا غلطت، طيب اتدِست بقى خلاص. خلّينا نقول في الأول اللي هو بيهيص في الهيصة ده بيجتذب ناس شبهه، فمصلحة، أنا مش عايزة الناس دي، أنا لو حد professional وتقيل في مجالي، أنا مش عايز الناس ال 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 يعني بالبلدي كده الهمبكة بقى، اللي هم بيحبوا الهمبكة دي، فأنت عايز تهمبك يا باشا، عندك فلان وفلان وفلان روح هنبك معاهم، ما أنت كده ريحتني إن أنا أفلتر الناس اللي أنا
عايزة أجتذبهم ليّا، ده جزء. تاني حاجة هم هيتفتحوا فترة وتلاقي أنتِ خدتِ بالِك إن في ناس بتظهر فجأة وبعد كده هتلاقي في ناس كمية نقد نازل عليهم مش طبيعية، أنت بتجيب الكلام ده منين؟ أنت بتحفظ كلمتين في كتاب وتيجي تقولهم لنا، ده مش من الشارع، ده إحنا جرّبنا، ده أنت نصبت علينا، والفيديوهات بقى تبتدي تنتشر على الواتساب وعلى السوشيال وعلى كل حاجة، وتلاقي الناس خلاص الشخص ده رغم إن هو برضه بينتشر وكل حاجة، بس في قاعدة بدأت تفضحه، ماشي؟ دي حاجة. تالت حاجة إن التجربة بتبان من الكومنتات ومن البوستات بتاعته. خلّيني أقول لِك أنا واحدة من الناس أنا بس لمّا أقرر إن أنا أتعامل مع شخص باتابعه مقدار سَنة على كل الأصعدة، بكل الترندات اللي طالعة ونازلة، بكل الأزمات اللي بتحصل في البلد. بطريقته في الرد على الناس في الكومنتات، لأن كل ده بيوضّح سلوكه وقيمه ومبادئه. فأنت مقرر إنك تاخد استشارة من حد أو تكلم حد، فأنت يعني من الآخر فصّصه، فصّصه أنا عايزة أقول واحضر لحضرتك له أنا ما عملتش إعداد لحلقتِك، إحنا ما عملناش إعداد ولا اتفقنا على أسئلة. يعني أنا نَفْسي باحكي لهم باقول لهم هو الخبرة بتعرف منين اللي قدّامك فاهم والّا مش فاهم؟ هو مش خايف من سؤال، أنا سألتِك نعمل إيه؟ قُلتِ لي اسألي، ما هو أنا مش خايفة من سؤال، أنتِ هتسأليني إيه هاكون أنا ما مرّيتش بيه في السوق، ولو ما صحيح، أعرفوش هاقول لِك ما أعرفوش، يعني أنا هتعلّقيني مشنقة حصل. على الشخصيات دي لمّا تيجي تتعاملي معاها، عايز السؤال بالإجابة، وعايزِك ما تخرجيش برّه نطاق عشان السؤال. هو بيعمل لنفسه بيعمل نفسه positioning في لقطة هو مصمم يفهّم الناس بيها. يعني ما انزلش عن الattitude ده، ما نتنازلش عن الpositioning ده، أنا ما عنديش مشكلة أعمل positioning، طب ما كلنا عاملين positioning، بس الpositioning ده بقيم قادرة ليها وتد وليها أعمدة توقّفك في السوق مهمًا حصل وخبّط فيك، والّا مجرد أي تيار هوا ييجي لك كده يهدّك ويفضحك؟ ما هو ده برضه لازم يبقى واضح، وهتلاقي ما فيش حد شقي وجابها من على الأسفلت وذاكر و وفاهم كويس إلا ويبقى بمنتهى التواضع. طب والله فعلًا. يعني قُلت لِك في podcast مواعيدِك إيه؟ قُلتِ لي أنتِ مواعيدِك إيه؟ حددناه. حد تاني آه، لا، لا، لا معلش أنتِ تكلمي الassistant. والله أقسم لِك بالله أنا كنت قبل الpodcast باكلمه في التليفون، قعد ساعة على التليفون يقول لي: "أنتِ تدرسي شخصيتي عشان تتعلمي." والفرق بيني وبينه يعني في السن، أنا بقيت مش مصدقة. قُلت له: "شكرًا، كتر خيرك، ربنا يكرمك." وبلغت الteam قُلت لهم: "لو أنا قُلت لكم تاني هاتدخل ادوني طلقة في دماغي." أنا ما ليش دعوة، لإن أنا طب ليه؟ يعني إحنا أساسًا المفروض نبقى مستريحين مع بعض عشان نقدر نتكلم. وبعدين أنا مثلًا كلمتِك النور قاطع، حصل كذا، قبل البودكاست مشاكل الدنيا، حد غيرِك لأ أنا اليوم ضاع أنتِ عطلتيني، ما حصلش. معاكِ، تمام، ربنا يوفقنا في اليوم. عملناها 2 parts، حد تاني لأ خلّيها حلقة واحدة ويبقى متعصب جدًا. 2 parts استحملتِ لإنِّك عايزة تدّي الناس معلومة. فالشخص الحقيقي إحنا يعني ابتدينا خلاص لأ يا جماعة بيبان. الشخص الحقيقي بيبان من ملامحه، بيبان من كلامه، بيبان من سلوكه، بيبان حتى من طريقة سلامه على الناس. آه. يعني أنتِ لمّا بتيجي تسلمي على الناس وتتكلمي معاهم بمنتهى الأريحية، أنتِ شخص متواضع وفعلًا حابة الناس والّا لأ عاملة فيها هالة حوالين نفسِك؟ وفعليًا يعني خلّينا برضه نحط لقطة إن آمم في أوقات لمّا بتبقي بمنتهى الأريحية مع الناس بتتفهمي غلط، بس أنا مش مشكلتي ده بقى. ده بيحصل. يعني يعني أنا مثلًا أوقات أو فعليًا أنا باصادف المشاكل دي إن عشان أنا شخص متواضع جدًا ومش حاطة كمية rules فظيعة، وإن أنا مش عاملة الattitude الجامد بقى، وإن أنا اتقال لي كذا مرّة بتقول لي يعني واحدة قالت لي: "أنا افتكرتِك حد عادي." يعني اللي هو إيه ده هي جاية معانا ليه أصلًا؟ من كتر ما أنا شخص متواضع، فده خلّى في ناس تتجرأ عليكِ، بس أنا ده حقيقي. مش مشكلتي، ده مش مشكلتي، لمّا أنتِ توصلي أنا وقت ما هتطلبي منّي التعاون هاقول لِك لأ أنا كده فلترت ناسي، يعني طالما أنتِ شايفاني بالattitude ده، يبقى أنتِ عايزة شخص بنفس الattitude اللي يشبع رغبتِك ده، أنتِ عايزة حد يتنِّك عليكِ، عايزة حد يتكبّر عليكِ، عايزة
حد ما يردش عليكِ، فخلاص أنتِ حابة الناس دي روحي لهم، أنا ما باحبش الناس دي. فبالتالي أنا مُعتمدة الجزء مش عشان متواضعة، عشان إن أنا يعني خلوقة هنقول مثلًا. أولًا ده سُنّة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وسُنّة ديننا. تاني حاجة كل ما الواحد بيتعلّم بيحس إن هو ما خدش حاجة. أنا لحد دلوقتي باخد كورسات وباذاكر، اللي هو أنا بعد ما وصلت تخطيت سِن ال40 واللي هو بدأت إيه ده، لأ أنا ده الشباب ده الGen Z عارفين أكتر مننا حاجات، أنا هانزل وأتعلّم من أول وجديد. ما كبّرتش على العلم. من أراد طريقة للعلم سهل له طريقة للجنة. فخلاص أنا ماشية في طريقي، وأخدت إن أنا أتعلم عشان طول الوقت المعلومات بتزيد كل يوم، العلوم بتزيد كل يوم، المصطلحات بتزيد كل يوم، مجال العلم بيفتح والآراء مختلفة. وما اتعلمتش من فرد واحد. يعني خلّينا نقول مثلًا مسكت مثلًا جزئية مثلًا في الdevelopment مثلًا، ما خدتهاش من فرد واحد، لأنها في الآخر mindset. أنا هاشوف ده شايف الحاجة إزاي، وده شايف الحاجة إزاي، وده شايف المعلومة إزاي. كل المعلومات دي أنا أجمّعها وبعد كده بقى أشوفها أنا هاخرّجها بمنظوري أنا. طب أنا بعد كل اللي أنا اقتنعت بالرأي هنا، بس إحنا لو استخدمنا معاه الرأي الفلاني، الاتنين على بعض هيبقى فارق جدًا في المعلومة، وهاقدر أطبّقها. ليه؟ لأن أنا أساسًا باخدم شريحة مختلفة تمامًا في السوق، شريحة الحرف اليدوية، ودول بعقلية محتاجين نتعامل معاهم بحساسية شديدة عشان ما نفقدش لقطة الإبداع بتاعتهم. وهُم لازم يبقوا كده. يعني هُم لازم يبقوا غوغائيين، لازم يبقوا عاطفيين جدًا، لازم ما يبقاش عندهم حدود في الوقت ولا في الخام ولا في الفلوس ولا في أي حاجة، عشان يطلّع لِك اللقطة اللي أنتِ عايزاها في المنتج. لأنه بيستثمر دماغه بشكل مهول عشان يطلّع لِك اللقطة اللي أنتِ عايزاها. أنا المعلومات دي جديدة عليّا، أول مرّة أسمعها في حياتي. لأ، أنا عشان أنا باتعامل أنا عشان الناس إن بعقلية هو الحرفة بيدخل في أنا مصنع، فاهمة. عارفة الطريقة الجهلة بتاعة أنا عشان باتعامل في الدوا وفي المنتجات التحضير، فأنا بمصنع بيدّيني 5000 قطعة مثلًا، فباخدهم، باسوّقهم، بابيعهم، فاهمة قصدي؟ بضاعة يعني. فاللي حضرتك بتقوليه خلّاني أزعل أنا كنت باعاملهم إزاي. أيوه، لأ هم مش صعبين، هم بس محتاجين حد يفهمهم. وأنا كنت منهم، أنا فاهماهم وباتكلم ليه، لأن أنا كنت منهم. فلمّا جيت اللقطة اللي هي حصل بقى زي ما بتقولي بقى اللي هو إيه، إن حصل في gap. أنا ليه فلان وفلان خد نفس الcourse بتاع digital marketing هو مشي وأنا ما مشيتش؟ ليه فلان خد الcourse بتاع تطوير المنتجات هو مشي وأنا ما مشيتش؟ فجات بقى لقطة اللي هو بدأت أراقب نفسي، أنا باتصرّف إزاي، أنا باعمل إيه، سلوكي عامل إزاي، الكلام ده كلّه. بدأت أشوف إن دي السمات بتاعة الحرفيين، صُناع الحرف اليدوية. هو كذا، عشان كده تلاقي دايمًا بوستاتي أقول لهم هو أنتِ قاريانة كده إزاي؟ هو أنتِ فاهماني؟ لأ مش فاهماكم ومش قارية، أنا أنتِ قارية كده نفسي فاهماني وفاهماني. صح، آه. فأنا فاهمة نفسي وعارفة مشكلتي فين، فخلاص أبتدي أعالجها. وده بداية نزولي من 3 سنين إن أنا عملت عقلية رواد الأعمال للحرفيين. أنتِ هنا المفروض تتصرّفي إزاي، وهنا أنتِ المفروض تتصرّفي إزاي، ويكون القرار الأنسب إنِّك تفكّري بعقلية رواد الأعمال والّا عقلية الصنايعي أو الحرفي. ده business، أنتِ محتاجة تاخدي قرار. فلو أنتِ فضلتِ عقلية الحرفيين ممكن توقّعي الbusiness بتاعِك، لإن أنتِ ما عندكيش الbusiness wise. فأنتِ لازم تبقي فاهمة، بس في نفس الوقت ما تفقديش جزئية عقلية الصناعة الحرف اليدوية، عشان تفضلي محافظة على الtalent بتاعِك وتميزِك في السوق. لإنِّك لو قلبتيها business بس، هتبقي زيِّك زي غيرِك. بس. أنا منبهرة، مش عايزة، مش مركّزة أسأل. طب هاتي السؤال اللي بعده. طب السؤال اللي بعده، أنا دلوقتي أغلب ظروف البلد والستات البيوت كله بيدوّر على مخرج ل حياته، خاصةً الستات، هي بتبقى قاعدة معاها ولادها في البيت، ظروفها المادية، اللي زوجها حصل له ظرف، اللي زوجها توفى، اللي عندهم يعني. عايزة حضرتك تقولي لنا road map في حالة إن أنا عايزة أعمل حاجة بس أنا إمكانياتي مش عالية، وخايفة أكلم كوتش ولاء وجدي عشان باسمع عنها، فاخاف تقول لي أنا مثلًا هاخد كذا، أخاف أكلم شركة تسويق فيقول لي إحنا عايزين رقم، وده رقم الخامات أساسًا، في حين إن أنا برضه عارفة عن حضرتك في السوق إن أنتِ مش مغالاة، ما عندكيش مغالاة في أي حاجة تمامًا، وده برضه اللي أنا عرفته، يعني أنتِ بتحاولي تساعدي
المشاريع الصغيرة، ولو عرفتِ إن اللي قدامِك دنيته بتساعديه، دي برضه أنا عرفتها من برّه، والله من غير ما أكلمِك خالص، أنا عرفتها من إمم. برّه، إنِّك ما بتبخليش مع حد في حاجة فمثلًا هل عند حضرتك حاجة بتعمليها مثلًا زي course زي consultation مثلًا، بس في حدود ونطاق إمكانياتي كعميلة class C، أنا مثلًا واحدة عايشة في مكان بالإيجار، معايا ولادي، هاجيب بضاعة، فخايفة ألبس في تمن البضاعة، أنا شاطرة في كذا، طب أنا ما أعرفش أعمل كذا، طب حضرتك تقدري تقولي لي على ورشة آخدها مثلًا في مكان كذا، طب أتعلم ده فين؟ كل دي أسئلة، يعني عايزة أقول لحضرتك أصحاب السناتر التعليمية بيتمنوا مثلًا ولاء وجدي تقول روحي خدي الكورس هنا، لإن الناس هتبتدي تاخده هناك، لإن صاحب الحرفة بيبقى واثق جدًا في إيه، في قرارِك، فعارف إن أنتِ لمّا تقولي له خد الكورس في المكان ده أنت هتستفيد، الحرفة دي، لو هو مثلًا كروشيه، تريكو، الكلام ده. فادّيني كده hint أو road map لو أنا هاكلمِك، أخاف بقى إن أنا أكلمِك مثلًا أو الموضوع كبير عليَّ والّا بنمشي الدنيا إزاي؟ معلش هو سؤال غلس وشائك بس بس مهم والله. لأ صدقيني أنا هو عايزة أقول سؤال لِك أنا لذيذ ده جدًا، أكيد الجزء التاني. أنا سؤال لذيذ جدًا وبانوّه دايمًا عنه. خلّيني أقول لِك أول خطوة، راقبي نفسِك كويس. أنتِ محتاجة إن أنتِ لو أنتِ سِت بيت وقاعدة في البيت، محتاجة إنِّك تراقبي نفسِك كويس 24 ساعة، تكتبي يوميًا أنتِ بتعملي إيه، تمام؟ وتراقبي الأسبوع اللي بعده نقاط القوة ونقاط الضعف، تبتدي تقولي هو أنا شاطرة في إيه، مش شاطرة في إيه، لأن ممكن قطاع الحرف اللي قدامي ما يناسبكيش في الآخر، وده بيحصل كتير إن تيجي واحدة تقول أنا شاطرة وباعمل كروشيه، اعمليه للهواية، بس أنتِ نقطة قوتِك في الحتة الفلانية، ما لهاش علاقة بالحرف اليدوية، ليه بقى؟ ربنا خالق لكل واحد نقطة قوة، وتعتبر بالنسبة له البصمة، ماشي؟ طيب نقطة القوة دي خلّيني أدّيها لِك بمثال عشان أشرحها أوي. say مثلًا أنتِ جيتِ مثلًا نُص ساعة قالوا لِك يا رباب اعملي 1، 2، 3 في مثلًا في الreport مثلًا، في أقل من 10 دقايق كان الreport مكتوب. آجي أنا واحدة أقول لِك أنتِ بتكتبي الreport ده إزاي؟ أنتِ إزاي مبدعة في كتابة الreport وقادرة تجيبي المعطيات وتعملي عناوين وكذا؟ فأنتِ تبُصّي لي باستهزاء إيه ما ده عادي أنتم مصعّبين الموضوع ده كذا 1، 2، 3. أنتِ مش مدركة إن دي نقطة قوة، إنما أنا بالنسبة لي نقطة قوة ليكِ أنتِ، أنا هاطلبها منِّك بفلوس، وأنتِ مش محتاجة إنِّك تتعبي وتذاكري لها كتير وتاخدي فيها كورسات وبلا، بلا، لأن هي نقطة قوة ربنا خالقها فيكِ. ده اللي أنا دايمًا باعلّم البنات بيه، إن هم يبتدوا لقطات دنيتهم كده، ربنا خالق لكل واحد فينا نقطة قوة، مش محتاج يروح ياخد فيها كورسات أو يعمل فيها training، هو مجرد بس يكتشفها، هيبتدي يلاقي فيها أفكار وناس تطلبها منه بفلوس، وده اللي ربنا بيقوله لنا ما تطلبش مني رزق بكرة، أنت رزقك كده جاي. رزقك جاي ليه لمّا أنت بتتراك على نقطة القوة بتاعتك، اللي هو أصلًا خالقها لك، ما هو ربنا خالق لك نقطة القوة دي ليه؟ عشان الناس تحتاج لك تدفع فيها فلوس، فكده ربنا جاب لك رزقك لحد عندك، فقال لك ما تتعبش، أنت بس دوّر على نقطة القوة بتاعتك، أنت شاطر في إيه؟ يعني زي مثلًا اللي هم بيعملوا أكل، هم شاطرين في الأكل، أنا كان عندي أخت تيجي فجأة كده وإحنا قاعدين أنا نفسي في بسكوت. هوب، 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 نُص ساعة البسكوت اتحط في الفرن نكون بناكل البسكوت، إيه ده! أنا مجرد كولا أفكّر إن أنا أصلًا أجيب دقيق وأعجنه بإيديّا، أنا إيديّا بتوجعني، هي نقطة قوة عندها، مش عندي أنا، فبالتالي يوم ما عوزت طب ما تعملي لنا بسكوت بقى وكده وتاخدي تمنه، وهي أعلنت بقى يا جماعة أنا عندي خدمات 1، 2، 3 والناس لمّا تبتدي أنتِ بتعملي البسكوت تستوي كده إزاي؟ ده أنا وتدّي الطريقة والله بكل تفاصيلها، بس ما حدش هيطلّعها زيّها، لأنها نقطة القوة بتاعتها. وده اللي ربنا خلقه في كل واحد فينا. يعني مثلًا فلان مثلًا تيجي تكلميه في حاجة تقولي له أنت شاطر كده، يقول لك ولا شاطر ولا حاجة، ده هي مشيت ببركة ربنا، أول ما تلاقي حد يقول لِك هي ماشية ببركة ربنا اعرفي إن هو نقطة قوة عنده، وعشان كده هو شاطر فيها، عشان كده هو بيتطلب بالاسم، ما راحش ذاكر لها،
الكتب محطوطة من ناس اكتشفت نقاط القوة بتاعتها وعملت فيها خبرات قوية، بدأت حطتها كتب. فاللي ما عندهوش نقطة القوة دي بيروح يذاكر الكتاب يقول لك بس أنا شبح المجال. شبح المجال إيه؟ ده أنت رايح قاري كتاب من حد هو اللي حط الكتاب، ما كانش عنده داتا هو حطها، ما كانش عنده كورسات عملها، هو ربنا كان حاطط فيه نقطة قوة، اشتغل عليها، فهمها، وظفها صح، طورها وهيكلها في فريم ورك كده حلو. تعالوا يا جماعة أنا عندي الخدمة الفلانية، أنا عندي المنتج الفلاني. عشان كده في ناس بتقع ليه؟ لأن هي دي مش نقطة قوته. انت اشتغلي بنقطة القوة. ربنا خالق لكل واحد فينا نقطة قوة. زي خلينا نقولها بمثال بسيط جدا. يعني انا من اسبوعين كده فوجئت ان في واحده على التيك توك بتروح تفرش اللي هو العزال بتاع العروسه. هي شاطره في ده. طب هي جابت منين؟ اللي هو بقت تطلب وان هي بتحط الترتيبات صح والتوزيعات صح والتطبيقه حلوه وتناسب عروس، فبقت تطلب وخلاص. دلوقتي يعني هي عندها فولو قد كده ما شاء الله، وبتطلب وبيدفع في هي عشان يعني لو خلي واحده منطقيه تقول هو انت عشان تطبقي فوطين هتاخدي فيهم فلوس؟ هي عرفت تسوق لنفسها بنقطة القوة بتاعتها. هي بتعرف تقسم الرفوف وتظبطها، وعارفة احتياج كل واحدة، طويلة قصيرة يمين شمال، هجيب من تحت لا ده يتخزن ده. في ناس ما عندهاش القدرة دي، فهي اكتشفت نقطة قوتها لأنها تابعت نفسها، عرفت هي شاطرة في ايه. فتيجي يا ام محمد لو انت عندك حاجة انا جايه لك، يا ام سميرة انا جايه لك. فبدأت تقدم خدماتها بلغة السوق بقى، عملت فاليديشن للخدمه بتاعتها، تشوف ها ده فلان. بداوا بقى يقولوا لها ده فلانه الفلانيه هاتوها هي تظبط لكم الدنيا، مع انها حاجه ولا ايه ده انت يعني خلينا نقول بتطبقي فوطين ملايتين، بس هي في الاخر نقطه قوه طلعت عليها بيزنس، ده بيزنس موديل. فبالتالي ما تقوليش انا ايه البيزنس موديل، هعمل البيزنس بتاعي بناء على انهي بيزنس. لا، انت الفي مش الفي، انت كريتي البيزنس موديل بتاعك بما يتناسب مع ظروفك كأم مع اولادك، ما ان كان معاكي ماما في البيت يعني ست كبيره في السن او حماتك، مع ظروف جوزك وامكانياته. اخلقي لنفسك بيزنس موديل مناسب ليكي ولظروفك، مش اكتر. بس انك تطلعي الفاليو بروبوزيشن بتاعك بصوره حلوه يلمس مع الناس اللي عندها نفس احتياج الفاليو بتاعك. نقطة من أول السطر. ده حاجه رائعه. ايه ده، ما جاتش في بال الواحد ان انت فعلا المشكله ان الناس تبقى متخبطه. يعني انا مثلا ما انكرش اني قعدت فتره متخبطه، يعني سبب ما سبت مجال الشرح فتره قعدت سنتين ما بنزلش خالص اشرح لا في سناتر ولا في جامعات، ولسه نازله تاني. كان اساسه مثلا ان انا قلت لا انا الشركات، انا همسك الشركات. لقيت نفسي طاقه اليوم كلها من ساعه ما بصحى لحد ما بنام ضايعه، مجهود مش طبيعي، نزول في الشارع، ضغط غير طبيعي، طاقه غير طبيعيه، وعندك جروس لازم يطلع، وعندك ارقام، وعندك تيم. الحته بتاعتي اللي انا بحبها ان اقعد اشرح مثلا ما بقتش موجوده، فبقيت حاسه ان انا من جوايا فاضيه. يعني قادره ادي في ده، بس في حاجه غلط. فلما جيت ارجع تاني اشرح حسيت ان انا ايه ده، وانا انت كبرت يا هرم ولا ايه ده، انت مش قادره، نفسي ايه، نفسي في الشرح وان انا اطول ومحاضره طويله. ابتديت بقى تيست نفسي وانزل تاني. قلت فعلا سبحان الله، ساعات بتبقى انت حطيتي في حاجه قدرتي تعمليها، بس مش هي دي الحاجه اللي انت بتحبيها. هي بتبقى اتحطيتي في الحاجة يعني خلينا مؤمنين إن البني آدم في جزء منه مسير، فأنت اتحطيتي في كمية حاجات عشان توصلك للقطة النهائية. يعني كل اللي أنا بقعد معاهم في الاستشارات عملتي أقول لها من يوم ما اتولدتي قولي لي أنا موافقة. بنقعد أنا بسمع لمدة ساعتين حدوتة من أول ما اتولدت، اللي هو أنت عملتي إيه سنين عمرك كلها. فنبتدي بقى ناخد الحته دي على الحته دي على الحته دي ونضربها في الخلاط ونطلع الشاب المحترم، هو ده اللي يناسبك. عشان انت هنا اكتسبتي الخبره الفلانيه وهنا اكتسبتي الخبره الفلانيه، والاثنين مع بعض دول يعملوا البيزنس موديل بالشكل واحد اتنين تلاته. فاحنا يعني المحطات بازل وحاجه بتركبي. بالظبط. هي عمل، ما هو في الاخر احنا ربنا بيمشينا الرحله. ما انت بتقولي هو انا ليه خدت الكورس، هو انا رحت ليه قابلت فلان، هو انا ليه خسرت هنا، هو انا ليه كسبت هنا، هو انا، وانت مش فاهمه. انت في الاخر ربنا بيمشيكي جزئيات كبيره من حياتك عشان تتعلمي منها لقطات.
ما هي اللقطة إن بتبقى الحكمة بتظهر هنا، اللي هو مش الصورة اللي واضحة، في حاجة ورا حكمة ربنا إحنا مش فاهمينها، أنت ليه مشيتني المشوار ده كله؟ طب ما أنا جات في فترة من الفترات أنا كان عندي أكاديمية كاراتيه وكنت مدير عام هيئة، ليه؟ مع إني أصلًا مجالي الحرف اليدوية من زمان من وأنا بنوتة صغيرة، ليه؟ لأن اتعلمت جزء الإدارة فيه. والتطوير الذاتي السريع اللي هو إيه، غيّر البلان بسرعة عشان حصل لي أزمة هنا، غيّر البلان هنا بسرعة عشان و و و وتجمّعي الناس وتعملي لهم حجوزات البطولات، مين هيناسب، مين مش هيناسب، تنزّلي الجداول، كل ده أخدته كإدارة، لأ، أنا أخدته بخبرة ما درستوش ورقة وقلم. وده اللي خلّاني لمّا جيت من 5 سنين وأمّا قررت إن أنا أذاكر، كل ما باذاكر حاجة باقول طب ما أنا باعمل ده، هو عشان اسمه كذا العنوان، فبقيت داخلة حتى الكورس بالconcept بتاع إيه، أنا باشوف العنوان ده أحط تحتيه إيه خبرتي، أنهي نوع من الخبرة اللي عندي. فأنا مجرد كنت بادخل الكورسات عشان أعمل مسميات للمهارات اللي عندي. والمهارة دي هاستثنيها والمهارة لأ، دي هاشتغل عليها. ده احتياج السوق دلوقتي، ده مش احتياج السوق دلوقتي. طب ما كنتيش في الفترة دي متخبطة، يعني لدرجة إني أصل أنا عايزة أطمن الناس اللي بتتفرج ليه، إحنا بييجي جدًا، لنا أيام بنعيط، جدًا، جدًا، ولسه باعيّط، ولسه باعيّط، يعني ده ده بيحصل عادي، الطبيعي، وبتتضايقي أنتِ وحد لازم عمل معاكِ تحترمي موقف ومش عارفة إيه، فبتستغربي طب لا، ده لا، عمل لأ، إيه؟ لازم تحترمي لقطة إنِّك في الآخر بشر، إحنا بنتضغط وده طبيعي، لازم كل حاجة تاخد مرحلتها، ما اختلفناش في ده، بس أنا جات لي اللقطة اللي هو إيه، يا رب قُل لي طريقي فين، جات مدة سَنة بحالها اتقال لي يا ولاء إحنا عايزين استشارات منِّك، اشتغلي كcoach في business حرف يدوية handmade business coach وكنت أول واحدة طلّعت المصطلح ده، رغم إن كتير دلوقتي خلاص استخدموه، بس أنا أول واحدة طلّعته المصطلح handmade business coach ما فيش business coach متخصص للحرف اليدوية، لأنه مش فاهمين أصلًا دماغ الحرفي بتبقى ماشية إزاي، وتضبّطه إزاي بحيث إن هو تقدر تدّي له النصيحة الأنسب للbusiness بتاعه. فقعدت سنة بحالها معترضة اعتراض كامل، إزاي أنا أسيب شغفي، ده أنا صنايعية حلوة، ده أنا باعرف أعمل، أنا قوتي في المنتجات إن أنا باdevelop المنتج بشكل قوي جدًا بيتناسب مع السوق، وفي نفس الوقت باقدر أطلّع له تشطيبات حلوة أوي لأن أنا quality control فقادرة أطلّع تشطيبات يعني يصدّر برّه مصر بقوة جدًا و وبثقة، خلاص؟ فإن أنا أسيب بقى المجال ده وأنا عندي عِدَد وعندي أدوات وعندي كانت مُعضلة، إيه ده أنا هاسيب ده، الشغف بتاعي اللي أنا باحبه هاسيبه؟ لأ، روحي اعملي استشارات وconsultation أوكي ماشي، أنا هاصدّقكم وهاكدّب نَفْسي، وفعليًا أنا كنت باقول الاستشارة كانت مجرّد جملة 2، 3 تكتب عليها 3، 4، 5 صُفح عشان مجرّد إنها تنفّذ اللي أنا قُلته لها. طَب أنا جِبته منين؟ جِبته من الخبرة والموهبة اللي عندي الحمد لله. فساعتها بدأت أفرّق في اللقطة اللي أنا حكيتها لِك من شوية، اللي هو أشتغل بإيه؟ أشتغل بنقاط القوة. أنا منين إن ده business model؟ منين أقول لها اعملي ده وما تعمليش ده وانزلي بده وده سوقِك وده دول ناسِك ده ما تشتغليش، منين ده؟ هو ده الmarket share ما أعرفش إن ده اسمه الmarket share. ما أعرفش إن اسمه مثلًا الSWOT analysis ما أعرفش، أنا اكتشفت بعد كده إن أقول ده نقطة قوة، لأ ده بُص ده أنا هاتوقع، ده أنا يعني من كتر ما الواحد كان دايس في السوق فبيتوقع الtrend اللي طالع أو مش trend الميول ماشية إزاي فيطلّع على حسها الtrend، ما المكرمية اتعملت trend، الpunch needle اتعمل trend، البوكسات الحبال اتعملت trend، النول اللي هو المسامير ده اتعمل trend، ما كل ده كان ترندات طلعت، مجرد إن أنا زقّيت فيها الزقة الصغيرة دي خلّت الناس كلّها بدأت تدخل، اللي هو تشوف الحكاية من زاوية مختلفة. فكل ده أنا لمّا بدأت أذاكر، بدأت كمية المعلومات اللي عندي إيه ده هو ده ما العنوان ده هو ده اللي أنا باعمله، ما أنا ده باعمله، هو عشان اسمه كذا يبقى بقى business wise؟ عشان كده أنا منتهجة فكرة إن أنا بابسّط المعلومة، عشان كده تلاقي الهاشتاج بتاعي إيه business على رصيف، اللي هو يعني آه، ما آه، تخافيش عجبني أوي. آه، business على رصيف، تعالَ يا باشا إحنا نقعد على رصيف كده نتكلم كلمتين حلوين كده ببساطة 1، 2، 3، 4 إيه ده هو الموضوع كلّه كده؟ آه، الموضوع كلّه كده والله.
سيبك أنت من المصطلحات الأجانب الغريبة اللي وسيبك بتخوّف من إن أنا وبتخض. أجيبك في مكتب وتكييف وأقول لك اقعد استناني 3 ساعات والassistant تقابلك، وفي الآخر يقول لك الconsultation دي ب100,000 جنيه عشان أنا قعدت معاك، عارفة الطريقة دي؟ ده عاملينها بالدولار، يعني حد منهم عاملها بالدولار برقم كبير جدًا، فالناس طب ينفع offer طب بتاع لأ، أنا لو دخلت معاك بالتليفون الساعة بتاعتي كانت ب$200 أنا قعدت أحسبها $200 10,000 جنيه في الساعة، ده كده لو 5 يعني ال1000 ده أنا أروح جنيه أخسرهم في السوق وأتعلم أحسن. والله العظيم أقل $200 أنا داخلة بس باتست هو السوق فعلًا باعمل إيه؟ خلّينا نقول إن يعني مش إحنا لن نبخس الناس أشياءهم، في ناس فعلًا ماشي، كلمتهم ميزان، كلمتهم اللي هو ماشي، بتخلّص لي الليلة كلّها. أنا مش ضد ده، بس أنا آه، باقول لك أنا واحدة مش لاقية آكل، صحيح. يعني أنا ليه باتناقش معاكِ في الحتة دي؟ في حتة عندِك في الإنسانيات والعواطف عاجباني أوي، هو أنتِ class A+ هيدوّر عليكِ عشان عارف إن ولاء وجدي سعرها عالي وهتدّيني الخلاصة، خلاص ده مسؤوليتِك، هاكلمها مكالمة تليفون آجي لها بتاع هنقفّل الدنيا دي. أمّا أنا آجي بقى كB وC ولاء وجدي منتشرة تحت، عشان هي بنت بلد وبنت سوق وبتاع. هل المشروع بتاع A زي C؟ لأ طبعًا، A أساسًا مشروع مُتعب، مُكلِّف، كبير، هتقعدي معاه زي دراسة الجدوى، هتتناقشي معاه في حاجات كتيرة. التانية هي أساسًا لو نزل جاب البضاعة ب1000 جنيه الدنيا زي الفل، فاهمة قصدي؟ صح. أنا باشتغل بالطريقة دي، باحس إن إيه، أنا أقعد معاك لو أنت رجل أعمال، وبتقول لي أنا هاستثمر أبدأ الinvestment بتاعي ب7، 8 مليون جنيه، على راسي، في team إمم. وفي manager وفي account manager الشركة موجودة وأنا معاك في الconsultation. لكن جات لي واحدة بقى عليها قرض مثلًا، والله بجد، واحدة عليها قرض، أقول لها: "يا لهوي أنتِ قاعدة قرض عملتِ ليه يا بنتي؟" ففي الشركة يتريقوا: "أنتِ قاعدة بلدي، أنتِ أقول لهم: "يا جماعة دي واحدة هتتحبس، يعني هي مش جاية تقعد معاكِ بتهزر، ده أنتِ ملاذها الأخير." طب الconsultation أقول لها: "consultation إيه روحي ربنا يوفقِك، consultation إيه؟" الحقي اعملي كذا واعملي كذا وادخلي على Gemini اعملي كذا وادخلي على ChatGPT اعملي كذا وردي على صفحتِك واكتبي بوستات واعملي وتقعد هي باصة لي كده. عايزة أقول لِك في ناس تبقى فرحانة وشكرًا، وناس تانية قسمًا بالله ودي اتعرضت لها امبارح تدخل تشتمِك بعد ما ياخدوا الconsultation متخيلة؟ أصل أنتِ بتعملي عشان تسوّقي لنفسِك، يعني حتى إن أنا اديتِك خدمة مجانا مستخسرة إنِّك تخلّي اللي قدامِك بعد ما اداكِ الservice يسوّق لنفسه، يعني إيه صحيح. القرف في إن أنتِ اللي قدامِك حتى استفاد؟ يعني أنتِ باهت. متخيلة؟ باحس إن أنا اللي عندي المشكلة، أنا اللي عندي مشكلة بجد في التعامل مع البشر، أنا اللي مخي تعبان. لا، لأ، هي عملية بس اللي هو ما استهدفتيش عميل صح، يعني أنا في أوقات بتحصل فعليًا أنا بارفض ناس من البداية، اللي هو خلاص عندي قرون استشعار، خلاص أنا عارفة إن أنت هتدخل مش بنفس الvalues بتاعتي، ومش هتقدّر مجهودي، فمعلش أنا آسفة والله مواعيدي غير متاحة، فأنا باعتذر من حضرتك جدًا، بمنتهى الذوق والشياكة باعتذر، مش عشان أي حاجة غير إن أنا عارفة إن أنا وهي هنضيّع وقت على الفاضي، فهي هتقعد تعافر في حاجة هي مش نفس الvalues بتاعتي، مش بنفس المنظور بتاعي، مش هتتحمّل إن أنا أضغط عليها، هيوصل بقى اللقطة اللي أنتِ حصلت معاكِ، فنقفل الموضوع من أوله، بيحصل. الخبرة بقى وصّلتنا إن إحنا نبقى فاهمين، أي نعم أوقات بنُقع، بس بيبقى لأ، يعني حوالي 90% الدنيا بدأت تبقى واضحة، أبقى فاهمة ده يعني من طريقة كلامه، من دخلته، يعني في ناس تقول السلام عليكم، مساء الخير، في تدخل تقول لك تفاصيل، طب تفاصيل إيه حضرتك؟ ما أنتِ اللي منزّلة الإعلان، طب أنهي إعلان فيهم؟ ما أنا منزّلة كذا إعلان، فده طبعًا بيخلّيني إن أنا إيه، أقفل من الأول، لا طب والله أنا آسفة أنا باخدها بالراحة وباهدى عليها، باشرح لها، بس أنا فعليًا باقفل معاها الdeal لأن أنا ما أقدرش إن أنا أتعامل معاها وأنا عارفة إن أنا هاجي في لقطة أزهق، لأن كلنا بنتعصب وكلنا بييجي لنا لقطات down جدًا، فما ينفعش، ده من مهارات التواصل اللي أنا برضه باتكلم إن هي طالما عندك مهارات تواصل قوية جدًا وعندك قِيَم عالية جدًا وواضحة، عارف قِيَمك إيه، دي أهم حاجة، عارف قِيَمك إيه، هتشتغل بمنتهى الأريحية، بس. لإن أنت عارف هتتواصل مع الناس إمتى، يعني أنا أوقات بتبقى التليفونات بترن وما أقدرش، أنا لو حد كلمني دلوقتي أنا ممكن أخسر جوزي وولادي في اللحظة دي، ما حدش يكلمني، فبالتالي ما أقدرش، وبالتالي عاملة system لوقت الردود، وأرُد إزاي وأتكلم إزاي وإمتى وفين وليه. طب ده business سؤال، model متناسب معايا أهو، عشان طيب أقدر حلو، أشتغل ما هو بكام جميل. خاطر.
طب سؤال، في case study قابلت حضرتك وأنتِ حسيتِ بعدها إن أنا أغيّر planning؟ يعني إن أنتِ كل فترة بتحدّثي أو بتعملي growth جديد لplanning، فأنتِ حسيتِ بعد أكتر من case study كده إن لأ، stop، نقطة من أول السطر. تاني سؤال، إن قصدِك إن الbusiness اللي معايا هاغيّر له الbusiness model بتاعه والّا إيه؟ يعني مثلًا أنتِ حاطة plan وأنا خلاص أنا مش هاطوّل على حضرتك، أنا عارفة إن أنا واخدة وقتِك النهارده بهدلت الدنيا معاكِ، فأنا 5 دقايق وهاقفل يعني، بس آخر سؤال والله، يعني مش عايزة أسيبِك بصراحة، بس فهاخطفِك عندي برضه عشان تبقي أنا آجي عارفة. لِك مخصوص. والله تنوريني، لأ بجد إحنا لينا قعدة والقعدة دي هتتصور، لازم الناس، أنا واعدة ناس والله، واعدة ناس في تمام، الحرف اليدوية بجد، فمش هينفع. طيب حضرتك دلوقتي ليكِ plan، أنا مثلًا بارُد في مواعيد X، أنا باعمل كذا، أنا كذا، حطيتِ plan، فمرّيتِ بكذا case study مع عُملا وحسيتِ بعدها إن لأ، أنا هاعمل plan B لنفسي وللعُملا. أنا بالنسبة لي بعد ما مرّيت ده يعني أنا طبيعي قصدي لازم بيحصل، آه، لإن أنتِ لازم يكون عندِك جزئية المرونة، ما السوق مش زي بعضه، أنتِ نَفْسِك الصبح بmood وفي وسط اليوم بmood وبالليل بmood تاني، ده غير الأسبوع بحاله بكذا mood وظروف بتحصل وظروف بتيجي، فأنتِ المفروض الplan بتاعتِك تبقى مرنة، يبقى عندِك المرونة، ودي مهارة في ناس بتبقى واقفة stuck كده واقفة، اللي هو عطلت. أمّا أفكّر إزاي؟ يا حبيبتي ما تعملي 1، 2 إيه ده هو ينفع؟ ما ينفع، هو قرآن أُنزل؟ المرونة مهارة ضرورية، إن أنا عندي القدرة إن أنا أغيّر الplan بتاعتي في لحظة، أغيّر مواعيدي في لحظة، أسكّن مواعيد مكان لأ بُصّي زي ما أنا المرونة اللي أنا كان معاكِ، أنا طب ما أنا شُفتِك كان النهارده عندي معايا، مواعيد، أنا ما شُفتِك أنا كان النهارده عندي بتقولي أنتِ لاغية ميعاد عشاني وعاملة كذا شُفتِك النهارده فأنا عندي ومفضّلة نفسِك وعاملة ده كذا وعاملة كذا. ومقدّرة، يعني أنتِ طالما إحنا آه، بنتصوّر online فأنا توقعات بقى، ما أنا يعني ممكن الكهربا تقطع، ممكن أنا النت عندي يفصل، ممكن كذا، فأنا عشان كده قُلت لِك إيه، أنا فضّيت لِك اليوم، هنسجّل الصبح، نسجّل آخر أيوه النهار، تحترمي الcommitment جدًا، أنا لاحظت الموضوع ده في التعامل معاكِ، أنا الموضوع ده بيريحني جدًا، باحس باحكم على الشخص بيه، لأ إن حضرتِك محترمة الميعاد جدًا، محترمة التفاعل على الجروب، يعني على عكس ناس كنا بنبعت لها مثلًا لpodcast، عايزة أقول لِك هو بيلغي الpodcast قبلها بثانية، أنا نسيت، أنا مش فاضي، طب كنت قُل لي مثلًا، ما إحنا ما أعلنا دي مثلًا قِيَم، كده. ما هي دي قِيَم، خلّينا نقول دي آه، قِيَم. يعني ما هو ده اللي أنا بنتكلّم فيه في الpersonal brand، ده القِيَم، هو دي والله متشافة أنا online والله أنا معلش عايزة أقول لِك هو بيدّي personal branding course، أنا شُفته. هي دي ما ليش دعوة بمين اللي بيدّي أنا آه، آه، باتكلّم من الحيث بتاعي أو بمفاهيمي أنا اللي أنا باحطّها، ده متشاف online على الفيسبوك، مش متشاف، اللقطة اللي حصلت بيني وبينِك حد شافها؟ ما حدش شافها، بس دي قِيَم يوم ما تيجي تتكلّمي عن ولاها هتقولوا لأ يا جماعة هي ملتزمة بمواعيدها، بس أيوه أنا هي سمعت ده سمعتِك الpersonal من كذا branding. حد، آه، آه. سُمعتك في السوق إيه؟ أنت اسمك في السوق عامل إزاي؟ هي دي اللقطات اللي إحنا بنتكلّم فيها، مش عامل لي شيخ على الفيسبوك وقال رسول وتنزّل أدعية، وفي الآخر لمّا حد مثلًا وفرضنا حد يا سيدي هاجمك، ده سيدنا محمد كانوا بيشتموه ويروح واخد الناس ويطبطب عليهم ويقول لهم طَب أنت إيه اللي معصّبك، طَب أنت ما أعرفش إيه، طَب لو عملنا كذا نعمل، فكان بياخد الناس بهدوء، أنت منين بقى عايز تبقى influencer مؤثّر وأنت مش عارف تأثّر في سلوكك نَفْسه مع الناس، فأنت عنيف جدًا في ردودك، عنيف يعني خلّيني أقول لِك مثلًا أنا مش هاقول إن أنا نبي وإن أنا لأ أخلاقية أنا وإن فاهمة، أنا لا، لا، فعلًا أنا عارفة باتعصب تمام، لناس، وبعدين أنا مش عاملة باتعصب حاجة وتعذّري لناس، في نفسِك خالص، أنا اللي باستفزِّك بالأسئلة، أنتِ مش أنا في ناس فعليًا بادخل أرُد عليهم ردود يعني اللي بيدخل يقول لي: "ولاء ارحمي الناس أنتِ بتردي عليهم كده ليه؟" بس في ناس لازم تردي عليهم كده، وفي نفس الوقت أقول لهم: "طب هاتوا لي غلطة في الجملة اللي أنا قُلتها." يقولوا لي: "ما هو للأسف مش عارفين نطلّع." أنتِ محترمة جدًا حدودِك، وقُلتِ الكلام بهدوء جدًا وبأريحية جدًا، بس في نفس الوقت ثبّتيه. علّمتِ عليه زي ما بيتقال بلغة السوق، اللي هو والله يا coach أنا باشوف إن حتى حضرتك وأنتِ بتكتبي أو إحنا بنكتب، ممكن حد أنا دخلت على صفحته، أنا ما قُلتش أي حاجة، هو عنده جروب وأنا بس باناقشه في نقطة، فباقول له لأ مثلًا ده مش في الbusiness أو أنا مرّيت بده، يعمل لي ban أو block ويدخل لي على الخاص قبلها، معلش ما تزعليش يا دكتورة بس مش حابب النقاش ده، طب ليه؟ ما تناقشني، أنت نزلت الشارع، نزلت السوق خلاص، وأنت نَفْسك بتقول إن أنت influencer، طب ما تناقشني، هاحس إن هو بيهرب من الجدل، ولو لقى 2، 3 على نَفْس المدرسة يبعد عنهم كلّهم، ودي كانت إمم، مشكلة من المشاكل اللي مقابلاني، أيوه. ما هي دي فلمّا بقى شُفت دي مهارات تواصل، دي مهارات آه، تواصل ليه؟
ما عندكش لقطة خلّينا نقول يا ستي إحنا بنكومبيت قصاد بعض وبنتفاوض في لقطة أنتِ صح ما هو يعني رأيي صح رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب، فأنا لو ما دخلتش بالmindset دي مش هاقدر أتناقش أو أتفاوض في الكلام اللي أنا باتكلم فيه، حلو؟ هي بتيجي هنا بقى مهارات التواصل، يا ستي خلّينا نقول إن أنا كتبت كلمتين وطلعتِ أنتِ بالدليل القاطع نسفتِ كل كلامي. ما هي اللقطة بتيجي كده، بيتهز إن هو حَس إن هو اتعلّم عليه من الآخر، وإن كلامِك آه، ممكن يهِد حاجة. طيب إيه ده؟ أنا فعليًا أوقات باقول إيه ده؟ طب ما هو فعلًا عنده حق، هو أنا ما فكّرتش ليه من الزاوية دي؟ ليه؟ لإن أنا قافلة نَفْسي على الزاوية بتاعتي، ما احترمتش زوايا ناس تانية، أُمّال أنا المفروض أنا كmentor المفروض أحترم زوايا ورؤى الناس تانية، ما هو أنا شايفاها من الناحية دي 7 وأنتِ شايفاها من الناحية دي 8، ما هي كده. ما هو لازم أبقى أحترم رأي الآخر وأتقبّله، وده برضه مهارات تواصل وقِيَم، عشان كده دايمًا أرجع أقول لكم مهارات التواصل والقِيَم من أهم الskills اللي لازم الناس تبقى واعياها بشكل قوي جدًا. أنا اللي طوّلت عليكِ. لأ ده هي بتقول لي أنا خايفة يفصل عليكم عشان هو مدّينا وقت طوّلتِ علينا ليه؟ يعني دي كلمة تقوليها؟ أنا لو عوزت أعمل 10 تطبيق أنا ما خلّصتش أصلًا، تسلمي يا رباب، تسلمي أنا يا ما رب. خلّصتش مش تسلمي، نعمل إيه دلوقتي في الخناقة اللي إحنا فيها دي؟ نعمل هنعمل إيه؟ الحالة التالتة. والله باكلمِك بجد، حضرتك هتشرفينا إمتى؟ لإن أنا ممكن أعملها جوّه المكتب، فحضرتك تشرفينا. شوفي طيب أنا تمام. خدت ميعاد منِّك في الحلقة وخلاص مش هينفع. حقيقي أنا اتشرفت بيكِ، اتعلمت وأنا أكتر. منِّك، الله يبارك لِك بجد، أنتِ هدّيتيني نفسيتي شوية من اللي أنا بامُر بيه في السوق، أو إحساس إن أنا إيه ده الpersonal branding بعيد أوي، عشان في ناس لا، لأ مخرّجاني خالص. منه. طالما آآ مش ما أنا باقول لِك الpersonal brand الصح بيتعمل على الرصيف، على الأسفلت، وبعدين ابدئي اعمليه على الفيسبوك أو على الإنستجرام أو على السوشيال في العموم، ليه؟ كنوع من إنِّك بتستهدفي نوع تاني من الناس ما شافوكيش على أرض الواقع. كسرعة في الوصول، لكن ما هو زمان وأنا باقول لِك أيام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما كانش كده، أيام الصحابة، أيام ما كان الأئمة، مش كان فلان يسافر 3 شهور يقول لك أصل أنا سمعت إن حد قال حديث هاروح أتأكد منه صح والّا غلط، فما ده personal brand، أنت رايح للشخص الفلاني ليه تتأكد منه، مش ده personal brand؟ هو عنده معلومة وعنده حديث وعايز يطبّقه، هامشي بيه والّا لأ، ويروح عشان يتأكد يسمعها من الشخص ويقعد يراقبه، يقعد شهر حواليه يشوفوا تعامله مع الناس، هل فعلًا يستحق إن أنا آخد منه الكلمة دي والّا لأ؟ يشوف بيقعد هو إمام في الجامع، طَب أنت بتقول إيه للناس في الجامع؟ طَب لو حد سألك سؤال غبي هتتعصب عليه وتقول له أنت حمار ما بتفهمش يالّا قوم من هنا مع السلامة؟ ما هو بتحصل. وده اللي خلى البيرسونال براند قوي ليه؟ عشان إحنا بنحب يطمنا في الرحلة معاه. خلّينا نقول إن أنا كولاء أنتِ لو لحظة جيتِ يا رباب وأنا جات واحدة كلمتني يا مِس ولاء عايزين نعمل لِك podcast ابقوا كلموا فلان أنا مش فاضية هابقى أدّيكم أرقام ما أعرفش هتبدئي تكلميني؟ أنا طلّعت سلوك يخلّيكِ تخافي تقرّبي لي. أنا ده حصل معايا، ده حصل. أنا عايزة أقول لحضرتك أنا في ناس قالت لي حاجة غريبة، حد قال لي: "هو أنا أجي لِك ليه؟ أنتِ عايزة تشتهري جنبي؟" والله العظيم. أنا استغربت، اتحرجت جدًا. قُلت له: "ما فيش مشكلة." اللي هو أنا أساسًا الpodcast ده محاورة وأنا اعتبرني مذيعة، هاشتهر جنبك ليه؟ إحنا جايين نفيد إمم. الناس، اعتبرني مذيعة، ما تطلعنيش هاشتهر ليه؟ فأنا استغربت يعني. اللي باستثناء بيعمل أنا شخص podcast مش زي بيدوّر كده على شهرته. أخاف أتعامل معاه لأنه ما عندوش قِيَم. ده يعني ما حقيقي. عندهوش قِيَم، أنت توصل أنتِ هتشتهري جنبي، طب يا سيدي ماشي support أنت للناس، إيه المشكلة؟ افترض إن أنا عايزة أشتري جنبك، أنا عملت إيه غلط؟ أنا استغربت. بعدين قُلت له: "هو حضرتك شهرتك كبيرة أوي كده؟" أنا عايزة أقول له يعني أنا still والله أنا عرفته من الteam بتاع الإعداد، أقسم بالله ما أعرفه ولا متابعاه، هم اللي جابوه، team الشركة مش هاقول لِك team الشخص، أنا واحدة على باب الله لوحدي، لكن team الشركة قالوا إحنا عايزين نجيب كذا، كذا، طب يا شباب أنا معاكم، بس وأنا consultant هنا، فده اللي حصل. فبعدها خدت قرار إني لأ، إحنا هنجيب ناس حقيقية وهندوّر على الناس الحقيقية لإننا هنلاقيهم، بقيت أدوّر بإيدي، وبقيت أدخل لهم وأدعبس عليهم، واكتشفت إن بروفايلي القديم اللي كان ضايع منّي عليه ناس كتير كويسة، من زمان من ساعة ما بدأوا، مش شرط تبقى عندها 5000 لايك ولا 10,000 لايك، هي عارفة بتعمل إيه، وبقيت أسأل عليهم، يعني أنا باقول لِك أنا سألت عليكِ لإن أنا عارفاكِ من زمان، فقُلت ده هي ولاء وجدي لسه موجودة، كلمت بقى لأ ده ولاء عملت، ده ولاء رُحت داخلة لِك بقى لأ تعالي، وعملت الجروب وبتاع اللي هو لأ أنتِ لازم تبقي معايا.
وعايزة أقول لِك أنا في ناس مستنياه يدخلوا معانا البودكاست مواعيدهم مش سامحة، ناس قمة في الاحترام، معلش يا بابا أنا مطحون، معلش اصبري عليَّ، وبنأجل كتير وبنعمل، مستنياه، أستناه واستناه واستناه، لدرجة هو قال ممكن تستنيه يكون عشان هو عرف يطمنِك في الرحلة معاه إن هو أنا معاكِ والله فاكرِك، بس أضبّط المواعيد. كُلّنا مطحونين، كُلّنا عندنا مواعيد قافلة لنا الدنيا، كُلّنا عندنا ظروف، بس هي الصيغ نفسها الكلامية الرسايل ده أنا باقول communication skills صح. طريقة إلقاء الرسالة في حد ذاتها هتطمّن اللي قدّامي والّا لأ، هاقدر أكسبه والّا لأ، ما هو ده في الآخر ده حتى لو ما حصلش بينِك وبينه podcast بس فضل الباب موارب لbusiness بعد كده هيحصل منه collaboration، إلا هتروحي قافلة الباب في وشه ومش هتكمّل في ناس معاه تاني. بتطمن لنا في الcollaboration وده مش عايزة أحرقه بقى في البودكاست ده، حضرتك جاية لنا الأسبوع الجاي، وفي ناس جاية وفي تكسير، وفي ناس public speakers وفي حاجات كبيرة، فحضرتك هتبقي الmentor بتاعنا في القصة دي، يعني أساسًا تؤمري، أنتِ اللي هتleadي القصة وإحنا ماشيين وراكِ كده، حضرتك هنعمل ده إيه؟ بجد سعيد عشان أنتِ تؤمري. بتاخدي الحتة دي وهتعمليها لنا بجد وأنا واثقة وهتختاري لنا ناس يعني نتشرف بيهم. أنا حبيبتي آسفة طوّلت على حضرتِك وخدت من وقتِك ومن الساعة 11:00 مقعّداكِ عشان الدنيا ما كانتش ضابطة، حقيقي شكرًا، والله حقيقي أنا اتشرّفت بيكِ، ولا يهمِّك، تؤمري. نورتينا وهاستناكِ حبيبتي الأسبوع الجاي إن شاء الله دبّستِك أهو، إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله. الأسبوع الجاي إن شاء الله ممكن نفتح live للناس كمان بإذن الله وإحنا مع بعض، خلاص أوكي، نشوف جدول ميرسي مواعيدنا جدًا، هافضّي اليوم ليكِ برضه. يا رب يخلّيكِ يا coach ولاء، ميرسي لذوقِك أوي، شكرًا حبيبتي، وألف، ألف شكر لحضرتِك، الله يسلمِك. ميرسي جدًا يا coach، مش عايزة أي حاجة؟ ربنا سلامتِك. يخلّيكِ ليّا، شكرًا يا حبيبة قلبي، مع ألف سلامة.